إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هاتان الآيتان تبينان فضل أعظم جيل في الإسلام، جيل المهاجرين والأنصار. هؤلاء أعظم المسلمين فضلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الذين هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله. المهاجرون هم الذين نصروا الله ورسوله وكانوا يعطون المهاجرين ويؤثرون المهاجرين على أنفسهم، أي الأنصار. فقدموا أعظم نموذج عرفته البشرية في السمو الإنساني إن صح التعبير على قول هؤلاء. فمن كان يسعى أو يريد أن يحقق ما يسمى بالسمو الإنساني على طريقة دعاة يعني حفظ الإنسانية كما يقولون، فلن يجد نموذجا أعظم ولا أفضل من هذا، من نموذج المهاجرين والأنصار. وتأملوا السبب الذي من أجله نزلت آية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، أي أصابني الجهد، يريد طعاما وشرابا. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه، أي كي يأتوا أو كي تأتي له بالطعام والشراب لهذا الضيف المجهود. فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فأرسل إلى غيرها من نسائه فكلهن أجبن بالإجابة نفسها: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. ثم ذهب إلى أهله وأخذ الضيف إلى رحله وسأل أهله: هل عندكم من شيء؟ أي لكي يقوم بواجب الضيافة لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقالت امرأته والله ما عندي إلا قوت صبياني، ما عندي إلا قوت صبياني. أي القوت يعني الطعام الأساسي الذي سوف تطعمه لصبيانها في تلك الليلة، ما عندها إلا هذا، إلا ما يكفي صبيانها فقط، ما عندي إلا قوت صبياني. فقال لها الأنصاري علليهم بشيء، أي أشغلي صبيانك أو يعني أولادك بشيء كي ينسوا الطعام، ثم أطفئي السراج، فإذا دخل الضيف فأظهري أننا نأكل. ففعلت، فدخل الضيف وأطفأت السراج وقد وضعوا قوت صبيانهم عند الضيف وباتوا بلا طعام. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عجب الله من صنيعكما بضيفكما هذه الليلة، عجب الله من صنيعكما بضيفكما هذه الليلة. فنزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انظروا إلى هذا النموذج، قلما أن تجد هذا في زماننا المعاصر، أو قلما أن تجد هذا عند دعاة الإنسانية أو دعاة تحرير الإنسان من أصحاب الشعارات الكاذبة الذين لم يطبقوا شيئا منها على أرض الواقع. نعم، إلا ما يوافق أهواءهم ومصالحهم فقط. فهذا الأنصاري الذي لم يجد شيئا يقدمه للضيف إلا أن يعطيه قوت صبيان الذي لا طعام لهم إلا هذا الطعام فقط، إلا هذا القوت فقط. ووافقته امرأته، ما قالت له كيف تجعل صبياني أو أبنائي ينامون بلا طعام وتعطي هذا الرجل الغريب وهذا الضيف، كما تعلمون إلا من رحم الله من حال النساء. بل وافقته وأطاعته واستقامت على قوله، وباتت هي وهو بلا طعام وكذلك صبيانهم. يعني هذا الإيثار لا يصدر إلا ممن حقق الإيمان، من المؤمنين الصادقين الذين صدقوا الله ورسوله والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولهذا إذا وجدت من يطعن في هذا الجيل في هذه الصفوة فاعلم أنه لا يخلو من أحد أمرين: من نفاق في قلبه لذلك يبغض هؤلاء، أو من جاهل مركب عقيم لا شفاء له إلا أن يتعلم وإلا أن يأخذ على رأسه بضرة ولي الأمر أي السلطان حتى يفيق من الوهم الذي يعيش فيه. نعم. ولذلك كان دأب المنافقين أن يسخروا من هؤلاء الذين عاشوا معهم، فكان المنافقون يسخرون من المهاجرين والأنصار. وهذا حال المنافقين في هذا العصر كذلك، لم يختلفوا عن الأوائل كثيرا إلا في الأساليب والمسميات فقط. ففي حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة، فأتى فلان بنصف صاع أبو عقيل، وأتى آخر بشيء أكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، أي عن صدقة أبي عقيل الذي أتى بنصف صاع. ثم قالوا عن الآخر ما فعل هذا إلا رياء. انظروا إلى هذا الطعم. فنزل قوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا حال المنافقين، يسخرون من المؤمنين خاصة من الجيل الأول من المهاجرين والأنصار، يسخرون منهم ويستخفون بأعمالهم، لو كانت قليلة
يقولون عنها إن الله غني عن عملهم هذا، ولو كانت كثيرة يطعنون في نياتهم، يقول ما فعلوا هذا إلا من أجل الرياء، يعني لا هذا يعجبهم ولا هذا يعجبهم لأنهم منافقون. يسخرون من المؤمنين فسخر الله منهم، هذا جزاؤهم، ثم في الآخرة لهم عذاب أليم. ونحن في هذه الأمة ما نعاني إلا من المنافقين الذين يعيشون في وسط بلادنا وفي وسط مجتمعاتنا وهم يطعنون فينا، يطعنون في المؤمنين ويسخرون منهم. إذا وجدوا جيش مصر يجهز العدة كي يحمي بلاده أو كي يحمي بلاد الإسلام عامة، قالوا لماذا ينفق هذه النفقات؟ ينفق مليارات لشراء أسلحة والناس يموتون جوعا. وهذا كذب، من قال الناس يموتون جوعا؟ يكذبون. وإذا قام أقرانهم من الخونة والأدعياء بتدمير بلادهم بأيديهم، قالوا لماذا لا يدافع الجيش المصري عنا؟ ولماذا لا يحرروا بيت المقدس؟ ولماذا لا يقاتلون اليهود؟ طب أنتم مش كنتم منذ قليل تقولون لماذا يجهزون هذه الأسلحة؟ ولماذا ينفقون المليارات على أسلحة هم لا يحاربون لن يقاتلوا اليهود؟ يعني لا هذا يعجبكم ولا هذا يعجبكم. إذا أنفقوا المليارات لتحصين البلاد وتأمين البلاد سخروا منهم، وإن تريثوا وتعاملوا بالحكمة وبالمصلحة لحفظ الدماء والأعراض سخروا منهم. لا هذا يعجبهم ولا هذا يعجبهم. فأمثال هؤلاء يحتاجون إلى درة عمر ابن الخطاب يعطيهم بها على رؤوسهم. وبعضهم من ثبتت خيانته وعمالته لأعداء الإسلام وأعداء البلاد، والله من الممكن أن يقيم عليه ولي الأمر حد الخونة هؤلاء الذي قد يصل إلى القتل. هم يحتاجون إلى سيف السلطان كي يمنع شرهم عن الإسلام والمسلمين. فانظروا إلى حال المهاجرين والأنصار وتأسوا بهم وكونوا على طريقهم، فبها يتحقق الأمن والأمان والنصر ويتحقق الخير للإسلام والمسلمين. الله المستعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال جهد المقل، كما في حديث عبد الله الحبشي الذي أخرجه أبو داود والنسائي، في حديث عبد الله الجعشمي الخثعمي فيما أخرجه أبو داود والنسائي، قال جاهد المقل. ما معنى جاهد المقل؟ مثل ما صنع هذا الصحابي الذي سخر منه المنافقون، وهذا بشيء قليل، هو الذي يملكه نصف ساعة هذا قد يستخف به البعض، شيء قليل، مثل هذا الذي يتصدق بجنيه في زماننا، بجنيهين، بكسرة خبز، هذا الذي يستطيع يتصدق بما يستطيع. هذا جهد المقل أفضل الصدقة، قد لا يملك إلا يعني هذا وما يزيد عليه بقليل، فهذا جهد مقل. وكذلك قال في موطن آخر صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة، قال أن تصدق وأنت شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني عندك القليل الذي تشح به، انك لا تملك الا هذا القليل فقط، فلو تصدقت من هذا القليل وانت تأمل الغنى، تريد ان تزيد هذا القليل وتخشى الفقر، انك لو انفقت هذا القليل ما عندك شيء. ان تصدق وانت
صحيح شحيح. فهذا الفقه يا عباد الله لا يوجد في مجتمعات أهل الكفر، لا يوجد عند أمريكا ولا اليهود ولا أوروبا، إنما يوجد في مجتمعات المسلمين فقط. لذلك ما تدري أن الله عز وجل يحفظ بلدا من البلاد بجهد المقل هذا، ما تدري. ولا تحقرن من المعروف شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالعمل الصالح والاعتقاد الصحيح هو صمام الأمن لبلاد الإسلام، والكفار يعلمون ذلك، لذلك يريدون إفساد المعتقد والأخلاق حتى يفقدوا المسلمين أقوى وأمضى سلاح عندهم قبل الطائرات والدبابات، سلاح العقيدة والأخلاق الحسنة، سلاح الإيثار والصدقات وفعل الخيرات، سلاح الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر هذا الخير في وسط المجتمعات. هذا أمضى سلاح، لذلك هم لا يريدون أن يبقى هذا السلاح، يريدون مجتمعات مهلهلة مفككة لا عقيدة ولا تقوى ولا صلاح ولا خير، يكونون كالأنعام تبعا لهم فقط ولمصالحهم الخاصة. فاحذروا يا عباد الله من كيد وتخطيط أعدائكم، وتمسكوا بدينكم واحفظوا بلادكم، وكونوا خلف ولاة أمركم من المسلمين في حفظ أمن البلاد والعباد، واتركوا الخونة ورؤوس الشر غربان الخراب الذين خربوا بلادهم ويريدون أن يخربوا ما بقي من البلاد. لم يكفيهم أنهم خربوا غزة وما حولها، ومن قبل مزقوا السودان، ومن قبل مزقوا ليبيا، وخربوا العراق، وخربوا اليمن ومزقوها، فلا يريدون أن يبقى ما تبقى من بلاد الإسلام آمنا قويا، إنما يريدون أن يصيروا البلاد كلها كأنها قطيع غنم خلف أعداء الإسلام. فاحذروا ممن خانوا بلادهم فلا يكونوا سببا في تدمير بلادكم. واتقوا الله في هذه البلاد واحفظوا أمنها وانصروا جيشها الذي يعد آخر درع لحماية بلاد الإسلام. نسأل أن يحفظ بلادنا وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يوفق ولي أمرنا إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.